مشروع هذا الدليل ليست جديدة. احنا النهارده بنصدر الطبعة المحدثة وايضا هي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش نومان الألمانية، وانا يعني بشكرهم وبشكر دكتور رونالد ماينارتس. هو يعني مشارك دايما في الأنشطة المختلفة التي تتعلق بالتنمية السياسية وأيضا اهتمامهم بمجال الإعلام. الحقيقة طبعا قبل ما يعني أترك إدارة الجلسة للدكتورة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، بشكرها وبشكر كل العاملين معاها اللي بذلوا معانا مجهود في. عايز اقول بس كلمتين عن الكتاب الجديد اللي اعتقد هو ده كتاب مهم. زي ما قلت قبل كده المؤسسة هي مؤسسة ليبرالية، يعني الكلمة دي في الوقت ده في مصر هي شوية صعبة لازم اقول كده. في آراء مختلفة وفي مناقشات كثيرة، لكن هدفنا الرئيسي تقويض الأفكار الليبرالية. بس إيه بالضبط هي دي الأفكار؟ الأفكار دي أفكار جميلة جدا، حرية التعبير، حرية الإعلام. إحنا بنتكلم عن الموضوع ده النهارده، وكله دي قيم ومبادئ ليبرالية أساسية. الهدف الرئيسي الليبرالية الحرية الفردية، وبالنسبة لنا المسؤولية دائما جزء من الحرية. وأنا أعتقد أن العلاقات ما بين الحرية والمسؤولية العلاقات دي مهمة خاصة في المجال الإعلام. وفي هذا السياق التعليم والتدريب الثقافيين بيلعب دور مهم، وعشان كده بالنسبة لنا في المؤسسة التعليم السياسيين والتدريب مش السياسيين الثقافيين الموظفين دائما والسياسيين كمان طبعا شيء مهم. الثقافيين بيلعبوا دور مهم في المجتمع وكمان في الديمقراطية، وخاصة في فترة الانتخابات. وأنا أعتقد أن الكتاب الجديد جاء في وقته. الفترة ديت الناس في مصر مهتمين جدا بالسياسة ومحتاجين معلومات، وفي هذا السياق الثقافيين والإعلام بصفة عامة بيلعبوا دور مهم. وبتمنى إن الكتاب الجديد هو ده الكتاب يكون مفيد للثقافيين، لكن في النهاية كمان مفيد للتنمية الديمقراطية في مصر. وشكرا. الحقيقة أنا بشوف إن الندوة ديت اللي معمولة أو النقاش النهارده اللي معمول لطرح المعايير المهنية والأخلاقية لتغطية إعلامية منصفة وعادلة ونزيهة للانتخابات التي ستدور أو بدأت بالفعل أول خطواتها بالترشح، خطوات الترشح، ولو ان العمليه متعثره شويه، لكن انا بتصور انه اذا كنا في كل مره كان المفروض نهتم بالانتخابات، فاعتقد ان هذه المره المساله مختلفه تماما. هذه الانتخابات تاتي بعد ثوره 25 يناير، تاتي بعد اتاحه الفرصه لكل القوى الاجتماعيه والسياسيه في المجتمع انها تبقى على خريطه الوطن، وانها تعبر عن افكارها ورؤاها من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. هذه الانتخابات في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن هي انتخابات على درجة عالية من الأهمية، لأن البرلمان المقبل هو الذي سيضع دستور مصر لأعوام. الدستور لا يتغير بين كل يوم كده على مزاجنا نغير الدستور، ولكن الدستور اللي هو أبو القوانين ده لابد أنه يجي معبر عن كل الأفكار الموجودة في المجتمع، وهو بمثابة العقد الاجتماعي بيننا كمصريين إن شاء الله. فلذلك أتمنى انه الانتخابات القادمه او الانتخابات الحاليه بقى لانها بقت حاليه تاتي معبره عننا، عشان الدستور كمان يجي معبر عننا. من هنا بقى بتاتي اهميه الدور الاعلامي في المرحله دي. الحقيقه انا يعني بأشفق على زملائي الاعلاميين لان المهمه صعبه،
ليست سهلة وليست يسيرة، لأن عليهم مهام كثيرة في هذا الصدد. أهمها في رأيي إحنا الناخبين اللي عاد إليهم الأمل، واللي كان يعني كتير قوي، أنا واحدة من الناس سنين طويلة بتكلم على المشاركة السياسية وبدعو الناس للمشاركة ومفيش فايدة. يعني يوم الانتخابات نفاجأ بأن 10% 15%، في ناس دايرة كاملة ب 2000 صوت ولا الله أعلم 3/4 مزورين ولا إيه. إنما المرة دي وده ظهر في الاستفتاء طبعا اللي تم على الإعلان الدستوري، الناس متحمسة إنها تشارك. فلا